جاي اقول لك على اهم 3 اسباب مش بتسمعهم كتير، بس انا شايف ان دول اهم او اكتر اسباب دلوقتي منتشره بتخليك تزيد. اول سبب بيخلي وزنك يزيد هو نقص تشبع الاكسجين او الاكسجين ساتوريشن عندك بيقل. طب زي مين الاشخاص اللي بيحصل لها نقص اكسجين يبتدي يبقى سبب في ان وزنهم يزيد؟ اول حاجه هتلاقي الناس اللي عندها انيميا، بتلاقي حد عنده انيميا وقاعد طول السنه عامل دايت وبرده ما نزلش الا كيلو واحد. تاني حاجه بقى وممكن تهاجموني فيها بشكل جامد، الهايبر فنتيليشن او التنفس ازاي اللي انت بتتنفس بالطريقه دي، يعني بتتنفس اسرع من المعتاد شويه، وده معناه ان بيكون في زياده في ضربات القلب. طبعا بقى اهم سبب بيسبب الموضوع ده اللي انت هتتخانق معايا عشانه، شرب القهوه بالذات بكميات كبيره او قبل الفطار. السبب دلوقتي اللي هقوله مهم جدا، الاسترس، زي توتر، القلق، الانفعال، قله النوم. الجسم بيشوف على انها اجهاد وده بيخليه يزود في افراز الكورتيزول بتاع الجسم. ثالث حاجه بقى دي مهمه ومحدش قالها لك قبل كده، السيلف كونفيدنس، عدم ثقتك في النفس. ايوه زي ما سمعت كده، تخيل وانت مش واثق من نفسك انك ما بقتش واثق انك قادر تستمر فتره معينه على حاجه بتعملها، ما بقتش